السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا عارفين القشطوطة بتتباع بره بأسعار عاملة ازاي. هنعملها في البيت، هنعمل 6 أو 7، يمكن بسعر واحدة أو 2 بالكتير، وهتطلع معاكي تحفة. طريقتها سهلة وبسيطة، تقدري تعمليها لولادك في البيت بدل ما تشتريها من بره، وكمان تقدري تعتمديها كفكرة مشروع من البيت، وان شاء الله هتكون مربحة جدا لأن طريقتها بسيطة زي ما هتشوفي معايا دلوقتي. اول حاجه هبدا ان انا اعمل كيكه الاسبونج. حطيت 4 بيضات، حطيت عليهم نص كوبايه من السكر، معلقه كبيره من الخل. المقادير دي هتعمل لي حوالي 7 وحدات من القشطوطه. بحط عليهم كمان نص معلقه صغيره من الفانيليا. لو بتستخدمي الفانيليا البواكي هتحطي 3. بحط كمان تلت كوبايه من الميه، اللي هي اقل من نص بحاجه بسيطه. بحط معلقه صغيره من محسن الكيك الجل، كوبايه وربع من الدقيق، دقيق ابيض عادي، معلقة صغيرة من الكيك شيف او البيكنج باودر. ببدأ ان انا اخلط كل المكونات دي مع بعضها بالمضرب الكهرباء. الاول قلبتهم بالمعلقة علشان الدقيق ما يطلعش بره، وبعد كده بضربهم بالمضرب. بعد ما شغلت العجان لقيته مش راضي يلف، فضربتهم بالمضرب عادي على سرعة عالية حوالي 6 أو 7 دقايق لحد ما القوام يكون تقيل شبه الكريم شانتيه شوية، ولونه ابيض فاتح وحجمه يزيد. شايفين؟ هو ده الشكل المطلوب. بصوا لما برفع المضرب كده بلاقي القوام بتاعه تقيل. بعد كده جبت صاج مقاس 30 في 40، بدهنه كده مسحة بسيطة بالزيت، وبعد كده حطيت عليه رشة من الدقيق. ما حطيتش ورق زبدة علشان لما نحط اللبن على السبونش ونحط فوقيه الكريمة وكده، فورقة الزبدة مش عايزاها تبوش من تحت من اللبن. فضيت الخليط بتاع السبونج، وتفضل شوية كمان حطيتهم في صينية تانية صغيرة. الصينية الكبيرة او الصاج الكبير ده هيتقطع على 6 قطع كبار، والصينية الصغيرة هتتقطع على قطعتين، يعني كمان 8 وحدات مش 7. الصينية الصغيرة برضو حطيت فيها كده مسحة بسيطة من الزيت، ما حطيتش فيها دقيق، حطيت مسحة كده صغيرة من الزيت وحطيت الشوية اللي كانوا فاضلين. بعد كده بدخل السبونج الفرن على درجة حرارة 180. فرن يكون سخن من قبل كده، تقريبا بياخد 10 دقايق لان هي طبقة رفيعة مش سميكة، وبيكون استوى. بخبطه بس كده الاول علشان يكون متساوي. في الوقت ده ببدأ ان انا اجهز الكريمة اللي هحطها على الوش. عندي كوباية من المية، حطيت عليها معلقتين كبار من السكر، ضربت المية مع السكر كده شوية صغيرين لحد ما احاول ان انا ادوب شوية من السكر. ده سكر عادي مش بودر. بعد كده حطيت كوباية من الكريم شانتيه الخام، كل كوباية من المية عليها كوباية من الكريمة، وضربت الكريمة مع بعض لحد ما بقت متماسكة. بقت كده جاهزة عندي بالشكل ده. كان الاسبونج خرج من الفرن وسبته لحد ما برد تماما. ما ينفعش ان انا احط عليه اللبن وهو سخن، لازم اسيبه لحد ما ياخد درجة حرارة المطبخ. بعد كده جبت كوباية من اللبن وبشرب طبقة الاسبونج كلها، وما تقلقيش اللبن مش كتير، الاسبونج هش وهيشرب معاكي كمية اللبن كلها. اهم حاجة بس توزعيها مظبوط على الجناب وعلى النص.
وادي كمان الصينيه الصغيره اخدت حوالي نص كوبايه من اللبن. بعد كده جبت الكريمه، بحط كميه كده كويسه على الوش. بوزع الكريمه على الوش وبحاول ان انا اسويها. بعد كده بالسكينه المشرشره دي بحاول ان انا اديها شكل الخطوط اللي على الوش عشان تبقى زي القشطوطه الجاهزه بالظبط. بقطعها زي ما قلتلكوا. الصينيه دي اتقطعت معايا على 6 قطع، والصينيه الصغيره اتقطعت معايا قطعتين. قسمت الاول كده نصين بالعرض، وبعد كده قطعت كده بالطول. شايفين القطع حجمها كبير ازاي. جبت بقى العلب دي اللي بيتباع فيها القشطوطه بره، لو مش موجوده عندك اي علب او اي اطباق بحط فيها القطعه كده. بعد كده هنبدا ان احنا نزين. انا عملت بالمانجا، وعملت بصوص البيستاشيو وبصوص اللوتس وبالنوتيلا. اول واحده دي حطيت عليها مكعبات من المانجا. دي بقى حطيت شويه من النوتيلا في كيس كده وعملت فيه فتحه، وعملت خطوط على الوش. حطيت كمان عليها شوكليت شيبس. لو في مكسرات بقى كمان تبقى حلوة جدا. دي حطيت عليها صوص لوتس، وحطيت عليها شوية من الكريسبي الذهبي، وعملت كمان بالبيستاشيو عليها كريسبي ابيض. شفتوا قد ايه سهلة وبسيطة وطعمها حلو جدا جدا، يعني يمكن كمان احلى من الجاهزة وحجمها اكبر. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، واستنوني في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.